كبرت واتغيرت وبقت نسخة من أمها. أول ما ظهرت بعد ما كبرت قلبت الدنيا، عايشة برا مصر واللي عايزها يروح ليها، غاوية رسم زي أبوها وملهاش في التمثيل خالص. بعدت عن شهرة أهلها واخدت طريق مختلف عنهم، ظهرت على السوشيال ميديا قلبت الدنيا عليها. ليلي بنت منى زكي وأحمد حلمي يا ترى عايشة فين؟ وهل فعلا مش هتمثل رغم إنها ظهرت أول مرة في حياتها للناس على ريد كاربت؟ ويا ترى أمها بتشكي منها في إيه؟ وفعلا مش بتعرف تتكلم مصري؟ تفاصيل كتيرة تعرفوها عن ليلي بنت أحمد حلمي ومنى زكي الكبيرة في الفيديو ده، كملوا للاخر وهتلاقوا مفاجآت. ليلي هي البنت الكبيره لمنى زكي واحمد حلمي، واللي ظهرت معاهم اول مره من سنين على ريد كاربت وقت تكريم امها، وبعدها اختفت ومحدش عرف عنها اي حاجه، بس رجعت ظهرت من فتره على السوشيال ميديا بسبب معرض كانت مشاركه فيه، وظهر ليها ابتكارات من خلاله، وانها بترسم حلو قوي، مش لوح بس، لا كمان بترسم على الهدوم وبالزيت، وليها نشاطات مختلفه في الرسم. وطبعا دي هوايه واخداها من ابوها اللي كان بيحب الرسم من هو عيل صغير، والموضوع اتطور معاه لانه بقى بيرسم على القهوه. ليلي ملهاش في السوشيال ميديا كتير ومش رابطه نفسها بابوها وامها خالص، وما عملتش زي ولاد الفنانين اللي بيظهروا مع اهاليهم في فيديوهات، وده لانها اصلا مش عايشه في مصر، ما هي بتدرس في الجامعه في انجلترا وهتبقى مهندسه معماريه، منها حاجه قريبه من الرسم اللي هي بتحبه وفي نفس الوقت تخصص تعيش بيه. وبعدها عن منى زكي مأثر فيها جدا، وده اللي بيخلي منى تسافر ليها باستمرار، ولما بتروح بيتها بتعمل ليها الاكل اللي بتحبه، وهي كمان اللي بتوضب ليها الشقه ولاصحابها اللي قاعدين معاها، ودي حاجه منى كانت بتشتكي منها جدا، وعشان هي ام شاطره بقت مصاحباهم كلهم، وبقوا بيستنوا اليوم اللي بتوصل فيه منى زكي ليهم في انجلترا. منى وليلي بقوا اصحاب قريبين والعلاقه بينهم مختلفه، وخاصة بعد ما ليلي كبرت وبقت عروسة وخلاص كملت 22 سنة، يعني فاضل ليها شوية صغيرين وترجع تاني لحضن ابوها وامها. الملفت واللي خلى الناس تاخد بالها من ليلي هي لما ظهرت ولقوا انها بقت نسخة من امها في الشكل والروح، والجمهور كمان قعد يفصل ملامحها ويقارنها بامها في سنها، واللي طلعت شبهها جدا الخالق الناطق، وده بعد ما كان فيها من حلمي وهي اصغر من كده، بس خلاص بقى راحت عليه. ليلي تعليمها اصلا الماني، وكانت وهي صغيرة مش بتتكلم عربي خالص، ولما كبرت سافرت انجلترا، يعني بقت اجنبية رسمي. تفتكروا بقى لما بتتكلم مع احمد ومنى بتتكلم لغة ايه؟